يا مرحبا بالزوينات. آخر مرة كنا خليناها في أن رباب كانت جالسة مع والديها كتشبع من شوفتهم، وهي حيرة بين واش تمشي مع حبيب قلبها ولا تبقى مع والديها، واش تشد في مستقبلها وأحلامها اللي أصلا ماشي هي اللي اختارتهم من والديها، ولا أنها تمشي معاه وتبني حياة أخرى اللي ما عرفاش أصلا شنو خازنة لها. مهم مع حبها. ورا ما طلعت رباب لبيتها وبقات جالسة شوية، هزت تليفونها وصونات المنير. قلبه ما يريد، فهمتي، قلبها ما ساخيش وخا هكاك، بغات تسمع منه شي حاجة لعل وعسى أنها تعينها في اتخاذ قرارها. بعد بزاف ديال التصونيات، فهمتي، الآخر توا داير فيه راه ثقيل على القلب، جاوبها، قولها وعاودها وقولها وعاودها إلى أن قالها شوفي، أنا قبل ما نمشي غادي ندوز لدريبتكم فين تلاقينا، غنبقى تماك غنتسناك وأنا تايق أنك غادي تجي. وقطع. المهم هي ملي قال لها هكاك بحال حسات صافي ان القرار الانسب هي انها تمشي معاه، ديجا مع والديها ما عيشش الحياه اللي كتمنى، ديجا هما اللي كيفرضوا عليها شنو تختار، ديجا حتى شي حاجه من داكشي اللي كتعيش ما هي باغاه، يعني كتحسبها غير تابعه لهم، ماشي شي وحده اللي هي عايشه الحياه ولا عايشه الحريه، ولا يعني الا خلاته هو زاد وبقات هي هنا غترجع لحياتها الممله. ملي مشات معاه غتلقى حياه اخرى، غتلقى حياه جديده، ميبي فرص احسن. ايوا وصل الليل، ملي بدا كيظلم الحال تحركت رباب من تحت فراشها وسط الثقيل، مدات يديداتها، شعلت الفيوز اللي حداها باش تضوي عليها بضوها الخفيف، لبسات السبرديلتها لانها كانت ديجا موجده حوايجها، وقفات وهي كتحرك جهه البلاكار، كانت يدها مشغوله بانها كتجمع شعرها، جبدات الشانطه من البلاكار اللي جمعت فيها الحوايج الضروريه اللي غتحتاج وتمات خارجه. مع بغات تسد الباب دورات عويناتها شويه على بيتها، حست انها غادي توحش، وحست بشي حاجه في شكل، حست بواحد الضيقه هكا في صدرها ان ما يبيتش اللي كدير غلط، الا انها تجاهلات هاد الصوت وخرجات. كيف وصلت للاخر ديال الدروج تحركت بشويه عاوتاني وبسريت باش ما يسمعوهاش والديها ويخرجوا، دورات وجهها جهه الباب ديال البيت والديها، وهي تعض على فمها فاش باليها الباب مردود ماشي مسدود، يعني باقين فايقين. قربات بشويه بشويه، هو يبان ليها الضوء، زادت تحركت ناحيه الباب ودازت من جهه بيتهم، إلا أنه قبل ما تفوت بيتهم وهي كتسلت وصل لمسامعها آخر جملة قالها باها: غنبيع الطوموبيل ديالي باش نكمل ليها فلوس الدخول المدرسة. سمعت ماماها كتحاول انها تقنع باها باش ما يبيعش الطوموبيل، كتقول ليه لا انا غنبيع ذهبي، خلي الطوموبيل ماشي مشكل، انا غنبيع شي حاجه ديال الذهب اللي ديجا اصلا قليل فيه كنلبسو، غنبيعو ونخلصو به كلشي دقه واحده باش ان رباب تقدر تدخل المعهد. الا ان باها رفض وجاوب الام قال لها ما غاديش تبيعي دهبك، صافي قلت لك انا اللي غادي نبيع طوموبيل، فغادي نبيعها، يمكن من بعد ناخذ طوموبيل اخرى ماشي مشكل، لكن هاد الفرصه ما كتعوضش ونبغيش ان بنتي تضيع حيت حنا مزيرين. رباب ملي سمعات هضرتهم، ملي سمعات كلامهم، ملي سمعات شحال هما هازين همها وشنو هي كانت غدير، حطات يدها على فمها وهي مصدومه، زيرات على فمها والدموع في عينيها، حركات راسها يمين وشمال وهي مصدقاش شنو كتسمع، مصدقاش شنو كانت غدير. وحتى قربت جهة الباب باش تخرج من الدار، حسيت ان صباحها كيرجف ورافدين انهم يوركوا على البواني باش يحلوا الباب. بغات تمشي عند حبيبها اللي كيتسناها وفين غتبدا معاه حياة جديدة وتكون جنبه، الا انها فجأة حسيت ان ماشي هكا بغات قصة حبها تكون، ماشي هكا بغات تبني حياتها على حساب سعادة والديها ولا تعاستهم، ما بغاتش تكون هاربة. حيدات يدها على البواني، بقاو دموعها نازلين حارين من عينيها لأن عارفة أن هذا القرار ما سهلش. دورات ظهرها الباب قبل ما يحسوا بها ويديها طلعت كتجري وشنطتها في يديها، مع كل درجة كانت كتحس أن قلبها كيتقطع على القرار اللي خدات، القرار اللي عرفات أنه غيكلفها بزاف. في الجهة الأخرى كان السي منير واقف مربع يديه متكي على الطوموبيل اللي كراها باش أنه يقدر يمشي يسافر بها لمدينة أخرى، وعينيه مركزين في اتجاه واحد، الاتجاه اللي المفروض أنها غادي تكون جاية منه رباب.
قبل ساعة كان متأكد أنها جاية، قلت لكم السيد عاجبو راسو، كان متأكد أنها غتجي. لكن مع الوقت بحال بدا كيحس بشوية ديال التوتر، شوية ديال الشك، بدا شوية كتزعزع ديك الأنانية ديالو. قابل الساعة اللي داير في يديه قدام عينيه باش انه يشوف شحال وصل ديال الوقت، ورجع جمعهم وهو كيتسنى. داز ساعة أخرى وساعة أخرى وهي مازال ما بانت. كان أكد عليها أنها تجي في الوقت، حيت غيشدو الطريق لمدينة أخرى، وفي داخله كان عارف أنها مستحيل تعطل عليه لو قررت أنها تجي معاه. وكيف قلت، حيت هو عاجبو راسو عنده شوية الغرور، كان متيقن أنها غتختارو على والديها. ايوا مني داز الوقت وشافها مازال ما بانت، مازال ما كاين اثرها، في هاد اللحظه تمحاو تعابير الثقه ورجعوا ملامحه شويه مفهومينش، بحال شي واحد مشموت معصب ما راضيش. تقبل الواقع وفهم انها ما جاياش، حل باب طوموبيلته وتخشى فيها وكسير. وهنا افترقوا الاحبه، الا انه واخا كان هاد الفراق تا واحد فيهم ما قدر يخرج الاخر من قلبه. فهاد الشهور اللي تفارقوا فيهم رباب كملات على مسارها، كملات في قرايتها، ركزات على اللي مولفة كدير قبل ما تعرف منير. ومنير كذلك مشى لديك المدينة، لعب مع فرقته، أدى تمارينه اللي خاصو، تدرب، إلى أن اللي وقع أنه تعرض لحادث وسط الماتش، أنه وهو كيتريني تضرب في رجله، فبالتالي خصو يرجع، فبالتالي ما قدرش أنه يكمل تدريبات، ما قدرش أنه يزيد لقدام، فاضطر أنه غير يرجع لحوم. لقيت لي ساقت الخبر رباب أنه راجع، لقيت لي لمحات وحسيت أن الضوء رجع لحياتها، إلا أنها مني شافته كيعرج، مني شافت حالته خافت عليه بزاف، ولقات أن أوبليجي على أنها غتعينه، أوبليجي أنها غتوقف معاه وتكون معاه. فكان منير في كل مرة كيخرج من النادي وهو كيعرج رجله مسند على العكاكس ديالو كيلقاها كتسناه. وبحال قاع الأيام كان خارج اليوم كذلك من النادي، حيت حتى وهو مضروب ما كان كيفلت حتى شي لحظة ديال التدريب أو حتى غير أنه يتفرج. وهو خارج كالعادة مع هز راسو، مع بانت ليه واقفة زفر بالجهد، تبدلو ملامحه وبان العصاب على وجهه، كاره شوفتها حقا زعما. كيف وصل عندها هو يخنزر فيها، جبد سوار ديال الطوموبيل باش انه يحلهم، وهي كانت واقفه حدا الطوموبيل. قربت عنده ومدات ناحيته داكشي اللي وجدات ليه بيديها، قالت لي هاكا انا وجدت ليك داكشي اللي كيعجبك كيما كيعجبك، لانه هو واحد انسان كياكل داكشي ريجيم، فوجدت ليه داكشي ريجيم كيما كيبغي، ما فيهش الزيت ما فيهش الملح، داكشي مقاد على حقه وطريقه. قالت لي هاكا انا وجدت ليك هادشي، ما كنتش قاريه اليوم وجدت ليك ما تاكل. هو طبعا لانه باقي حاقد عليها، باقي ما تسلطاتش لي فكره انه ما اختارتوش هو واختارت عائلتها. فضرب ديك السله بالعكاز اللي كان شاد في يديه حتى تلاحت وتشتت داكشي في الارض، وقال له هو كيورك على سنانه على كل كلمه كيقول، لما كتسمعيش الهضره واش ما عندكش النفس، هي قلت لك عطيني باتساع، ياك اختاريتي وتحملتي نتيجه اختيارك، ما بغيت لا شفقه ولا مساعده منك، غير فوتيني. زوينه هاد غير فوتيني. ايوا رباب ملامحها كانوا حزينين جدا، هو ما باغيش يفهم موقفها، هي كتبغيه، ولكن هذا لا يعني انها غتخلى على دارها وعائلتها وانها غتشوه بوالديها باش انها تتبع حبها. واخا قاع ديك الهضره اللي قال هي عارفه انه ما قاصدش، هو غير معصب. فشافت فيه وقالت ليه غدا غادي نجيب ليك نفس الغدا في نفس الوقت. حنا تراساو تما تغادا حتى سمعت صوت ورا، قال لها ما تبقايش ترجعي وتوريني كمارتك، بسبابك وقع ليا هادشي، باش نركز في الماتش اللي كان غايد من مستقبلي، كنت كنفكر فيك وكيفاش سمحتي فيه. تلفتات عنده والغصة في قلبها، قالت لي يمكن تلومني وتعايرني، انا متفهماك، لكن انا ما ندماش على قراري. والدي ماشي مثاليين، لكن مستعدين يضحيو بكل شيء على قبلي، ما نقدرش نتخلى عليهم وعلى مستقبلي.
انت عارف مزيان شنو كتعني ليا، ومع ذلك هادشي اللي كندير حسب مساعدة من صديقة، حيت انا ما كنتسنى منك والو. مع سالت كلامها دارت وكملات على طريقها. هو بقى متبعها بعينيه وهو مصير بيدو على العكاز اللي شاد، ما تحرك حتى شافها ركبات في طاكسي وزادت في حال. شاف الماكلة اللي مشتة في الارض واللي جابت ليه واللي فعلا كانت كما كيبغي، سلاد ودجاج مشوي، الاكل الصحي اللي مولف كياك. بعد عيني على داكشي حل الباب ديال الطوموبيل وهو في صراع داخلي مع نفسه. هو كيبغيها، ولكن كيبغيها بطريقته الانانيه، ما قدرش يتقبل انها ما اختارش تمشي معاه. زايد ان الاصابه اللي وقعت ليه من بعد وخسر بسببها فرصه العمر زادت كرهاته في كل شيء، وما بان ليه في من يلقي اللوم غير عليها. فكان كيخرج سمو فيها، كان كيبرد على راسه. رباب ما استسلماتش، هي عمرها ما استسلمات، كانت دائما متفانية في قرايتها، وفي أي وقت فراغ لقات كانت كتمشي وتشوف منير باش أنها تساعده. مرة كتجيب ليه الماكلة، مرة كتقدى ليه وكتخلي التقدية عند باب دارو، عارفة بلي هو وحيد وما عنده حتى شي واحد. وحبها الكبير ليه خلاها أنها دير هادشي بلا ما تسنى منه حتى شي حاجة، بلا ما تسنى منه يسامحها وطمع في أنهم غير رجعوا مع بعضياتهم. وبقات هكا حتى غبرات فجأة. دازو واحد 3 أيام ما شافاش منير، كان كل ما خرج ما كتبانش لي واقفة في بلاصتها المعتادة. حاول انه يتجاهل هادشي ويدير فيها ما مسوقش، الا انه ما قدرش. في الاخير لقى راسو غادي لحومتها، خرج من طنوبيلتو وتمشى مسند على العكاز ديالو حتى المحل الاب ديال رباب واقف في راس الدرب مع واحد شاب قدو تقريبا في العمر. فتحرك في اتجاههم بفضول، وكيوصل عندهم تصدم من الكلام اللي سمع. فاش قرب شاف الدري مزيان وعرفو ابراهيم. هاد الدري هذا كان دائما كيبان ليه شحال من مره كان جارهم، وشحال من مره كيكون تابع رباب من بعيد. عمرو قالها ليها، ولكن كان شاك ان من وراه شي حاجه ما هياش، لكن ما ظنش انه غادي يسمعه وهو كيطلب بيدها من باها في الشارع. بقى كيتماع عن منير في هذاك الدري، في ذاك الراجل خلينا نقوله، وبلا ما يسمع الباقي تحرك وركب في طوموبيلته وزاد. وكانت الوجهة فين كتقرا رباب. طبعا هنا في الطريق فهم أن رباب واللي دارته كان صحيح، أن قرار هروبهم كان تهور، وأن كانت أصلا قصتهم غادي تكون فاشلة كون تبعوا الهروب وأنهم يبنيوها بهذيك الطريقة. لذلك الوقيته اللي هو سمع أن واحد آخر باغي يديها، هنا ما بقى كيبان ليه لا غرور لا أنانية لا حتى شي حاجة، كتبان ليه حبيبته اللي غتمشي من يديه. ما عقلش كيفاش وامتاش حتى وصل. بقى كيدور ويقلب عليها بعينيه كي شي مسطي. هي كي شافته ما تعقدش انه هو اللي واقف قدامها، وتسالت مع راسها اش كيدير هنا. ياك هو مقلق ومفقوع ومعصب، يعني ما توقعش انه غادي يكون قدامها. من يوقف قال لها علاش ما بقيتي جيتي، علاش ما بقيتش شفتك. قالت لي حتى شي 3 ايام كانوا عندي الامتحانات النهائيه وكان خصني نركز فيهم. فهو طول فيها الشوفه وهو ساكت. رباب ما عرفاش تقرا ملامحه، واش هو معصب مالو شنو واقع. واذا بيه صدمها هو كيقول لها خلينا نتزوجوا، بغيت نتزوج بيك. هي ما عرفت باش تصرفقات، ما فهماتش شنو واقع، شنو كيقول هذا. اخر حاجه كانت كتوقع انها تسمع منه هي هادي في حالتهم، يعني اللي هي اليوم. قالها مالكي ساكته، مبغاش تجوجي، مبغاش تجوجي بيا. هي شايفه شي واحد اخر. طبعا رباب دخلتو على العرارم، ما عرفت تسكتو، ما عرفت تستوعب شنو كيقول دخونا هذا، ما عرفت شنو دير. فقالت لي لا ما كاين حتى شي واحد، وانت عارفني اني كنبغيك وهادي وهادي. فقال لها اصلا انا ما غادي نخليك حتى شي واحد، انا باغيك حلالي مش حلالي. ونهار قلت لك يلا نهربوا، حيت ما كنتش كنتخيل حياتي بلا بيك، ما كنتش كنتخيل اني بعد مده طويله عليك. سمح لي على كاع اللي فات، وكنوعدك ان اللي جاي غيكون حسن. وهكا كملت قصتنا. تلاقاو الاحبه وتجمعوا، داز الوقت، تشافى منير،
نجحات راه في قرايتها وفي معهدها، وجات موني الفرصة ديال أنه غيمشي على برا، غيمشي للميريكان باش أنه يكمل التدريب ديالو، أنه غيدخل الفرقة اللي غيبدا بصح الاحترافية فيها. طبعا رباب ما خلاتوش لأنها مراتو، فمشات وهي رافعة راسها معاه، غادة مع حلالها تحد ما كيتسالها حتى شي حاجة، غادة فرحانة وسعيدة أنها محققة ذاتها وفي نفس الوقت مجموعة مع حب قلبها، وربي سبحانه غادي يرزقهم واحد الوليد على مزيناتو، وغادي يكونوا أسرة سعيدة. وهذه هي قصتنا، إن شاء الله نشوفكم في القصة الجاية إن شاء الله. قصة غتكون أجمل، نبقاو حنا كل مرة ونزيدو في لا دوز. باي باي.